السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد على قناتي وقناتكم عالم حنان أم ضحى. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال ديالكم يا ربي، في صحة جيدة. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنحضر معكم فيه كسكسو بالتفايه بالدجاج محمر. كيجي رائع، كيجي المنظر ديالو راقي، يعني كسكسو بريستيج، ويمكن لكم تحضروه بطريقه بسيطه وكيوجد بالخف. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرها غنشرمل الدجاج. كيف ما كتشوفوا عندي هنا طير ديال الدجاج، عندي سكينجبير، الابزار، الملح والكركم اولا الخرقوم البلدي. عندي هنا شويه ديال الزعفران شعره من بعد ما ذوبته بشويه ديال الماء. عندي معلقه ديال السمن ومعلقه ديال الزبده. ونبداو على بركه الله. غادي ناخذ الاناء اللي غادي نشرمل فيه الدجاج، غندير فيه السمن والزبده، وغادي نضيف التوابل. غنضيف سكينجبير، الابزار، الملحه ما غاديش نضيف بزاف. كيف ما كتعرفوا معايا الدجاج كنغسلوه بالملح، وانا غسلته بالملح زايد، يعني ما غاديش نقوي الملح بزاف باش ما يجينيش مالح. غادي نضيف الكركم، وغادي نضيف عليهم هذاك شويه ديال الزعفران شعره اللي ذوبته في الماء. وغادي نشرمل الدجاجه. دابا انا الدجاج شرملته على تساع، يعني خليته تقريبا واحد ساعه قبل ما نبدا نطيب، باش يشرب الشرموله مزيان ويجي المذاق ديالو بنين. بالنسبه للزبده، الا ما بغيتوش ديروها بامكانكم ديروا معلقه كبيره ديال السمن وتكتفيوا بها. دابا من بعد ما خليت الدجاج تقريبا ساعه في الشرموله، غادي ندوز باش نديرو طيب. عندي واحد البصيله متوسطه هنا قطعتها، عندي قبيطه ديال القزبور ومعدنوس، عندي الحمص من بعد ما فزقته في الماء تقريبا واحد الخمسة ديال السوايع، اولا خليوه ليله كامله ماشي مشكل. عندي التوابل نفس التوابل اللي استعملت في الشرموله، وعندي الزيت باش غادي نطيب، والماء من طبيعه الحال. ونبداو على بركه الله. من بعد ما خديت البرمه اللي غنطيب فيها، حطيت فيها الدجاج على الصدر ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. وكيف ما هو معروف ان الصدر ديال الدجاج كياخد شويه الوقت في الطياب، لذلك كنحطو على الصدر ديالو هو الاول. كلامي موجه للمبتدئات من طبيعه الحال. ضفت عليها الزيت، وضفت البصله والربيطه تاع القزبور اولا القبيطه تاع القزبور والمعدنوس. ضفت نفس التوابل اللي ضفتهم في الشرموله، وغادي نضيف عليهم الماء الكافي اللي غيطيب ليا الدجاج، وغادي نرجعه فوق البوطه. بالنسبه لي انا ما غاديش نضيف الحمص دابا، الحمص ديجا انا سالقاه باش يختصر عليا الوقت شويه. وبالنسبه للماء اللي ضفت للدجاج راه هو الماء بارد، يعني ماشي الماء غليان. وغادي نرجعها فوق البوطه حتى تطلع فيها الغليه، عاد غادي نرد فوقها كسكسو. هنا عندي 2 كيلو ديال الكسكسو. بالنسبه للكميه كتبقى اختياريه، شحال ما بغيتو نتوما يمكن لكم ديروا. غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، حتى الزيت كيبقى على حسب الكميه ديال الكسكسو شحال عندكم. غادي ندهنهم مزيان مزيان، وغنطلعهم في الكسكاس ونرجعهم فوق البرمه. وغادي ندوز باش نصاوب معكم التفايه. بالنسبه للتفايه، هنا خديت 3 كيلو ديال البصله. كيف ما كتشوفوا معايا البصله بيضاء، انا تعمدت باش ناخذ البصله البيضاء لحقاش كطيب دغيا على البصله الحمراء. البصله الحمراء كتاخذ شويه الوقت في الطياب. اليوم غنوريكم واحد الطريقه اللي ديروا بها التفايه اللي كطيب لكم دغيا، وما تحتاجوش انكم تبقاو وحدها تحركوها ولا شي حاجه. المهم عندي 3 كيلو ديال البصل البيضاء. كيف ما قلت لكم الكميه راه اختياريه. عندي 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده، بامكانكم تزيدوا اولا تنقصوا على حسب. عندي معلقه كبيره ديال القرفه. وعندي التوابل، غنضيف شويه شويه من نفس التوابل اللي ضفت في مع الدجاج. بالنسبه للتوابل باش ما يخليوش لينا البصله تجي المذاق ديالها باسل، يعني يكون فيها شويه المذاق زوين. وعندي كميه من العنب المجفف، انا رقدته في الماء غليان تقريبا 4 سوايع هو في الماء غليان. من بعد ما نقيته وغسلته ودرته في الماء الغليان باش يكون ساهل الطياب ديالو. المهم اليوم الاساس هو اننا نطيبوا كسكسو التفايه بسرعه، يعني يكون ما ياخذش لينا الوقت بزاف في الطياب. من بعد ما ضفت البصله والتوابل والزيت في الكوكوط، غادي نسد عليها وغادي ندير الصفاره، وغادي نقص عليها النار، غنخليها متوسطه. من بعد ما تبدا تصفر صفاره غادي نقص عليها ونخليها على عافيه مهيله بزاف، ونخليها تقريبا واحد 40 دقيقه ورجع معكم.
هنا البصله من بعد ما طابت كيف ما كتشوفوا معايا راها تلقات الماء ديالها، ما ضفتش ليها نهائيا ولو قطره ديال الماء. غادي نضيف عليها العنب المجفف او الزبيب، غادي نضيف عليها السكر والقرفه، وغادي نرجعها فوق البوطه. هاد المره ما غاديش نسد عليها، غادي نخليها حتى طيب مزيان، حتى يتنسجموا المكونات مع بعضياتهم. في هذا الاثناء ماشي مشكل انني نجهد عليها البوطه، غنبقى نحرك مره حتى تنشف كليا من الماء اللي فيها وتولي عاقده ومعلكه. ديك الساعه غتكون جاهزه للتقديم. وغادي ناخذ الدجاج ديالي غنحيدو من المريقه، نديرو في لاطه اللي غندخلها الفران وندهنو بشويه ديال الزبده وندخلوه يتحمر. ونتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. وكي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم اولا القصريه ديال الكسكسو اللي بالتفايه والدجاج محمر، كتجي رائعه، كتجي هائله صراحه، كتجي كتشهي. من بعد بطبيعه الحال ما سقيت الكسكسو بديك المريقه ديال الحمص اللي بقات ليا، زينته بالبيض المسلوق وشويه ديال اللوز المقلي كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه كيجي لذيذ والتفايه كتجي رائعه وكتجي معلكه وكيجي لوغو ديالو خطير. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم شاركوه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وما تنسونيش من الضغط على زر الاعجاب، وما تبخلوش عليا من تعاليقكم الزوينه اللي كتحفزوني بها بطبيعه الحال. وكنبغي نشكركم بزاف على دعمكم ليا، وكنرحب بالناس الجدد اللي عاد التحقوا باسره عالم حنان ام ضحى. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله، والى فيديو جديد ان شاء الله.